هو ايه اللي حصل لمحمد حوارات في رحلته في دهب؟ بص يا جماعه، يعني ربنا يسترها ربنا يسترها ويعدها سلام. بص يا محمد، يعني انا عايز ابلغك رساله، برغم ان انا زعلان منك وزعل مشروع وزعل اخوات، لان انا لما بزعل بجد من حد اكيد انا بحبه، بغض النظر اللي حصل ده والتجاهل في الفترة الأخيرة. ولكن أنا بس حبيت إن أنا أوصلك رسالة وأقول لك رسالة من خلال الفيديو ده ونصيحة، وخلي بالك منها. بص يا جماعة، محمد حورات احنا عارفين إن هو في دهب، مدينة السحر والجمال، وإن شاء الله انتظرونا كده في مفاجأة برضو قوية جدا جدا جدا. ولكن محمد حورات، الرسالة اللي أنا حابب أوصلها له، احنا لما بنشوف محمد طول الوقت ممكن ينزل هو وآلاء، بيقعد على البحر وبيستجم ورحلة جميلة ما شاء الله عليها، راحوا شرم ودهب والكلام ده كله، كل ده حلو. في أوقات كتير بيسيب تالين فوق مع شروق ومع ريماس وبينزلوا. أنا من خلال الرؤية بتاعتي شفت اللي هو اللي هو الحيطة أو الحديد المعمول أو السور اللي حوالين الفندق أو السكن فوق، في فتحات. شو تالين كانت بتحاول تحط راسها منها، لا قدر الله تقلق شويتين. فانا يا محمد خلي بالك، ربنا يسترها معاكم. خلي بالك من تالين ان انت بتسيبوها كتير، خلي بالكم من حاجات زي كده، خلي بالكم من الكلاب اللي مثلا في الشارع، لا قدر الله يحصل حاجه في عندنا في البلاد، ممكن ما تأمنش ده حيوان ما عندوش عقل، ما تأمنش حاجة زي كده. رحلة حلوة، بلد جميلة جدا جدا.